مشاهدينا الكرام، إذا يحضر معنا الناخب الوطني وليد الركراكي. سنحاول من خلال التصريح أن نأخذ تقييم للمباراتين معا. نبدأ بمباراة اليوم. سي وليد، يعني شفنا بينهم بعد نهاية المباراة كانت حسرة كبيرة من وليد، كنت بغيتي تربح اليوم بعد انتصار لكرم مماشيلي. شنو هي أهم الخلاصات في المقابلة ديال اليوم؟ والصراحه كنا باغيين نربحوا الماتش. باني ضيعنا الميطون الاولى، ما كناش في المستوى ديالنا سورتو في لو كوتي تكنيك. ضيعنا بزاف كواري، جينا كاملين نقيسوا الكره، ما زيناش لي زيسباس. دوزيام ميطون كانت احسن. تعلمنا بزاف من هذا الماتش. جربت نشوف واش نقدروا نلعبوا بجوج 10 في ميليو التيران، ندخلوا شويه الميليو التيران بحال بانت اليوم صعيبه. جرينا بزاف، ما كناش en bloc. Il y a eu des bonnes choses en deuxième mi-temps. لعبنا الكره ديالنا avec plus de rythme. Les changements عاونونا حتى هما. كنا باغيين نمشيو نماركيو. on a loupé des opportunités بحال حتى هما. دونك مزيان قبل المونديال باش نعرفوا حنا مازال ما موجودينش. بالحق بغيت نقول برافو الدراري، هاد السيمانه خدموا مزيان. كانت شويه العيا اليوم، بانت لانتونسيتي اللي لعبنا مع الشيلي 3 ايام من بعد ما قدرناش نرجعوها. مي سي بيان، برافو. وليد، شفنا اوتوماتيزمات، شفنا اشياء جميله بالنسبه للمنتخب الوطني، وهذه ربما اي مدرب كيتمنى. وليد، جوج ديال اللقاءات وصلت الافكار ديال وليد للمجموعه ديال المنتخب الوطني، شنو تقول على هذا الامر؟ لا وصلت، بغينا نلعبوا الكره بالحق. اون برون ترو دو ريسك و دو طون طون عندنا دي ديشي تكنيك. حتى انا اللي كنقولها لهم، خصنا نهزوا لو ريسك، خصنا نلعبوا الكره ديالنا. بغينا واحد تابع مغربي اللي الناس يعرفوا، ملي كنبغيو نخرجوا الكره ونلعبوا. يا دي بون كونيكسيون بالحق سور بلان اتليتيك اليوم. في لو بلان دو ريتم اون ا مانكي دو بويسونس. سي وليد، جمهور مغربي تفاعل معك، جمهور شجعك اليوم فرحان، حتى بالرغم من النتيجه ديال التعادل اللي كنلاحظوا انه جمهور سعيده وكتعطيكم اشارات اللي زوينه قبل المونديال. لا الصراحه الجمهور كبير، جاو يساندونا هنا وفي برشلونه. بغيت نقول لهم شكرا. حتى في المغرب حسينا بالجو اللي غادي معنا، ان شاء الله يساندونا حتى المونديال. بغينا نفرحوهم ان شاء الله. الدراري موتيفي كيتقاتلوا حتى وكل شيء، وهادشي اللي بغينا ان شاء الله، ونكونوا في مستوى في المونديال اللي ما غاديش يكون سهل بحق. غنحطوا الماكسيموم. الان جوج ديال اللقاءات، شيلي اليوم كيف شفنا من باراغواي، واش يقدر يكون شي لقاء اخر؟ خصوصا الان كنعرفوا بان وليد كان كيتمنى يلعب 3 ديال المباريات. لا بغينا حنا غنشوفوا الكالندري، واخا لا فيفا حطاتنا جوج ماتشات، خصنا نشوفوا واش غيأجلوا البطولات ديال لوروب السيمانه قبل، باش نقدروا اونكور شفتوا لي زوتوماتيس ونشوفوا الدراري كاملين اليوم. مازال كاين خدمه، مي ان شاء الله غيكون خير. غنزيدوا نخدموا بلا فيديو، غنسافروا، غنهضروا مع الدراري. هاك ليتا ديسبري مزيان، ما تلقوش، ما ماركاوش علينا، ما خسرناش، احنا غاديين ان شاء الله. اذا وليد، كخلاصه راضي على المجموعه، خصوصا اللاعبين اللي شفناه، حكيم سياش، يعني كل الاسماء بينات من خلال هذه جوج ديال المقابلات انها بغات تستعد بواحد الشكل كبير بالنسبه للمونديال قطر في 22. لا الجروب بوزيتيف، شفتوا الرجعه ديال حكيم، ديال مزراوي، بوفال في مستوى. بالحق كان خصنا نحتوا بزاف دو طون جو تاع الدراري، نشوفوا دراري جدادين باش نحتروا حقهم. سي دي ماتش اميكو et en même temps ما عندناش الوقت. بالحق اون سادابت و اون فا با سو بلاند. اللي مهم هي ربحنا، درنا التعادل، دابا غنرتاحوا، اون فا بونسي او مونديال، غنوجدوا ان شاء الله باش نكونوا في مستوى. شكرا سي وليد الركراكي، شكرا مدرب المنتخب الوطني المغربي، بالتوفيق. اذا كما قلنا كلنا شعارنا هو دائما مع المنتخب الوطني المغربي. سنساند المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر 2022. اذا شكرا لكم، عوده من جديد لبلاطو وسمير طارق السقراطي.